من بعد ما ودع والديه وخلى طنجة وراه، بدات أول خطوة في الرحلة ديال ابن بطوطة. الطريق من طنجة حتى لفاس ما كانتش قصيرة، وكان خاصو يقطع جبال وأودية ودواور ما عمرو شافها. كان كيمشي في النهار وكيتوقف في الليل، كينعس مرة في الزاوية ومرة تحت سما حدا نار شاعلة وسط البرد. كل نهار كيتعلم شي حاجة جديدة، وكل واحد كيصادفه في الطريق كيعطيه طرف من الحكاية ديال هاد العالم الكبير. كان كيسمع الهضرة ديال الناس، كيلاحظ اللباس والماكلة والعادات، وكل شي كان كيخلي الفضول ديالو يكبر. منين وصل لفاس حس براسو دخل لعالم جديد. المدينة كانت كبيرة عامرة بالحركة وبالأسواق وبالناس من كل جهة. مشى للجامعة القرويين وشاف الطلبة كيجلسوا قدام الفقهاء وكيتناقشوا في الدين والفقه وحتى الفلسفة. ابن بطوطة بقى ساكت، كيسمع وكيتأمل وكيحس براسو بدا كيتبدل. ما بقاش غير شاب باغي يمشي للحج، ولا مسافر كيقلب على المعرفة وعلى راسو وسط هاد الدنيا. فاس ما كانش غير محطة، كانت باب تفتحات ليه على باقي الرحلة. من بعد ما وصل ابن بطوطة لفاس بدات المغامرة الكبيرة كتقرب. جلس شي أيام كيسول يجمع المعلومات ويقلب على طريق الحج، حتى سمع على قافلة ديال الحجاج غادي تخرج من المدينة. عرف بلي هذه هي الفرصة اللي كان كيتسناها. مع الفجر خرج وتوجه لبرا السور، لقى الجمال واقفين وناس مجموعين من بلدان مختلفة، وكل واحد عينيه عامرين بالأمل والإيمان. قصدهم، سلم عليهم وطلب منهم يرافقهم في هذه الرحلة. شافوه باقي شاب ولكن العزيمة كانت باينة فيه، وقبلوه يكون معاهم. وما هنا بدات الرحلة بصح. الطريق كان صعيب وطويل، كيمشيو مع الفجر والحرارة كتطلع والغبرة كتخنق، ولكن الصبر كان رفيقهم. شي كيقرا القرآن، شي كينشد، وشي ساكت عايش مع فقارو. ومنين وصلوا للصحراء ولات الرحلة بحال السير وسط بحر بلا ماء، ولكن الله كبير. من وقت لوقت كانوا كيلقاو واحات فيها النخل والظل والماء البارد اللي كيرجع الروح. كيجلسوا يرتاحوا، ياكلوا ويشربوا ويرجع ليهم النشاط. في الطريق مروا من تلمسان، مدينة عامرة بالحركة والعلم والأسواق اللي كتغلي بالحياة. الناس فيها كيستقبلوا الغريب بحفاوة، وابن بطوطة ما ضيعش الفرصة، كان كيهدر مع التجار وكيحاول يحتفظ بكل شيء في الذاكرة ديالو. من بعد وصلوا لبجاية، مدينة على البحر مختلفة في الهواء والروايح، فيها مزيج زوين بين الشمال والشرق، شم فيها ريحة القصاص وريحة الغربة. لكن الطريق ماشي كلها ورد وزهر. مروا من أيام قاسية، العطش، العجاج والخوف من قطاع الطرق. الناس في القافلة تيمشيو مجموعين وكل واحد كيساند خوه، ومرات طاح جمل وتفرقات الحمولة ديالو، ولكن كلشي يوقف باش يعاون بحال عائلة وحدة. وهكا وصلوا لتونس، مدينة كتضوي بالألوان، فيها وجوه جديدة وأسواق جديدة. بن بطوطة وقف في وسط السوق وتنفس بعمق، وكما قال في خاطرو: هذه غير البداية، الطريق مازال طويل، ولكن القلب تبدل وما بقاش هو.